ليه كلية خدمة اجتماعية أصلا تشتغل في التخاطب؟ تعالوا نسرد الموضوع بشكل علمي وبشكل سريع. كلية خدمة اجتماعية ليها طرق أو أقسام، خلينا نقول طرق. من ضمن الطرق بتاعتها العلمية طريقة بتسمى طريقة خدمة الفرد، ومن ضمن الأفراد اللي بيشتغل عليهم الأخصائي الاجتماعي هم الأفراد ذوي الهمم أو اللي عندهم مشكلات فردية أو مشكلات شخصية أو مشكلات بتعيقهم عن الاستمرار في مهامهم الحياتية أو إنهم يقوموا بدورهم الطبيعي. ومن ضمن الحاجات اللي بيتعلمها الأخصائي الاجتماعي في الشغل بتاعه أو في الكلية طريقة أو طريقة عمل المقابلة الشخصية، طريقة عمل دراسة الحالة، طريقة تسجيل البيانات أو تسجيل اللي بيحصل حواليه، أو إزاي يعمل دراسة كاملة ويسجلها، ازاي حتى يعمل استمارات من خلالها يجمع منها معلومات، وازاي كمان